هو انت مش شايف شكلها؟ تشتغل هنا ازاي يعني؟ دي ما ينفعش اصلا تشتغل في الاستقبال. الناس هتخاف منها. الجملة دي اتقالت وانا واقفة قدامهم، مش من ورا ظهري، مش بهمس، لا في وشي. ووشي اصلا ما بقاش زي وشوش الناس. اعرفكم بيا، انا مريم، عندي دلوقتي 24 سنة، وعندي تشوه حريق في نص وشي الشمال. مش عربية ولا حادثة، مش عملية تجميل فاشلة، حريق ونار مش بس أكلت جلدي، دي أكلت طفولتي كمان. كان عندي وقتها 9 سنين، أنبوبة الغاز انفجرت في المطبخ. ماما كانت بتصرخ، وأنا فاكرة صوت النار أكتر من شكلها. صحيت في المستشفى، أول حاجة سألتها: هو وشي كويس؟ ماما سكتت شوية وبصت في الأرض وهي بترد عليا بدموع: متخافيش يا حبيبتي، انتي كويسة. بس عينيها كانت بتخبي حاجات كتير قوي. عدى شهور، وأول مرة شفت نفسي، شفت فيه ألم. والناس كلها كانت بتغطي المرايات، لحد اليوم اللي قلت فيه للدكتور: انا عايزه اشوف وشي. جاب مرايه صغيره وبصيت فيها، وكنت مستنيه اعيط بس ما عيطتش. كنت بحاول اكتر اتعرف على البنت اللي قدامي. نص وشي طبيعي ونص وشي اثر نار. وقتها فهمت ان الحياه مش هتبقى سهله. واللي حصل لي بقى في المدرسه لما رجعت، ودي كانت اول مواجهه تحصل لي. الاطفال مش قاسيين بطبعهم، بس بيخافوا من اللي مش شبههم. ايه ده؟ وشها ماله؟ دي بقت بتخوف. كنت عايزة ارجع البيت واقول لماما: انا عايزة اتحجب بدري، مش عشان دين، عشان استخبى. كبرت، كبرت وكل شوية التنمر بيزيد. اتعلمت، اشتغلت على نفسي اكتر، بس كل ده ما وقفنيش. وبقيت شاطرة اكتر في مجالي. دخلت اول انترفيو شغل وانا عندي لسه 20 سنة. المدير كان مبسوط بسيرتي الذاتية، ابتسم، وبعدين ابتسامة اختفت اول ما ركز في وشي، وقال بلطف مصطنع: احنا محتاجين حد مناسب لصورة الشركة، وللأسف انتي ما تنفعيش. صورة الشركة؟ وانا يا فندم ايه مشكلتي؟ مالها صورتي؟ خرجت يومها وانا منهارة، مش عشان اترفضت، عشان اتحكم عليا من قبل ما اتكلم. بس ما استسلمتش، رجعت البيت وبقيت بشتغل اونلاين. ومن الشغل الاونلاين دوت اتعرفت على حد، شاب جميل قوي، وحبيته. حبيته لانه كان بيحب كلامي وبيحب ضحكتي وتفكيري، وكان بيقدرني قبل اي حاجة، ودايما بيشجعني في مجال الشغل. واتفقنا ان احنا نتقابل، وفعلا اتقابلنا. واول مرة شافني اتغيرت وشه، اتغيرت كل ملامح وشه، مش فجأة بس بالتدريج. المكالمات بدأت تقل والاهتمام قل، لحد ما قال الجملة المهذبة القاتلة: انتي تستاهلي حد احسن مني. انا فهمت كل حاجة ساعتها. قلت لأ، هو كان يستاهل واحدة وشها اسهل، وشها اجمل مني. وفي يوم وانا بص في المراية سألت نفسي: هو انا فعلا ناقصة، ولا المجتمع هو اللي مش متعود يشوف غير الشكل الكامل؟ قررت اعمل حاجة مختلفة. عملت صفحة على السوشيال ميديا، من غير فلاتر ومن غير مكياج يخبي. حكيت قصتي بالصوت والصورة. اول فيديو عمل 200 مشاهدة، بعد شهر بقى 200,000. بنات كتير بعتولي: انا كان عندي تشوه، اول مرة احس اني مش لوحدي. انا كنت بستخبى، بس انتي شجعتيني. وقتها فهمت حاجة مهمة: ان النار شوهت جلدي، لكن قوتي اتولدت منها. لسه في اطفال بتبص، وفي ناس بتسأل، لسه في ابواب بتتقفل في وشي، بس في ابواب تانية بتتفتح كمان. دلوقتي انا بشتغل مدربة تنمية بشرية، وعشان كده رسالتي ليكم:
ممكن وش يتشوه بس الروح بتلمع أكتر بعد النار. لو شايف نفسك ناقص عشان شكلك، افتكر إن أقصى الحروق هي اللي بتطلع أصدق نور.